بفضل الله النهاردة هنقدم لكم غرفة نوم الأحلام، غرفة التشطيب الحديث، الحاجة المميزة. يا ريت تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة. الغرفة اللي احنا بنقدمها لكم النهاردة فيها تشطيبات حديثة ومميزة، تابعوا معانا الفيديو. وأهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة. غرفة نوم الأحلام اللي يميز الغرفة سرير معمولة بطريقة حديثة جدا، والقماش بتاعه قماش سيزر، حاجة بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتوا شايفين القوايم والتشطيبات كلها خشب طبيعي، ما بتشغلش بالخشب الكونتر ولا بالخشب الحبيب. تمام. والدواخل بتاعتها كلها قشرة طبيعي، والاكسسوارات كلها حاجات مستوردة، حاجات بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. والرقم بتاعنا موجود على الصفحة لو أي حد عاوز يتواصل معانا، وفي توصيل لأي محافظة وأي دولة. والمعرض بتاعنا اسمه سمير الشناوي في دمياط. وتقسيمة الدولاب العملية اللي هي كل ظروفها ظرف سحرية مميزة جدا، مع 2 درج داخلي مع الإضاءة. فالتصميم ده مش هتشوفوه في أي حتة إلا في غرفة الأحلام. الدولاب فيه استخدامات عملية جدا، ودي التسريحة المميزة. وزي ما انتوا شايفين الادراج السحرية التاتش، حاجة جميلة جدا، استخدامها مميز، تقدر تخزن فيها اكنها مش موجودة. ومعاها الاتنين ضرفة، والكرسي برضو المتحرك بطريقة جميلة جدا. واهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة. والمعرض بتاعنا في دمياط سمير الشناوي، تشرفونا في اي وقت، او المكان لو بعيد عليكم بيوصل لكم الشغل لغاية عندكم. ده كرسي تسريحة، كرسي مميز جدا، وموجود على الصفحة بتاعتنا أكبر تشكيل أساس منزلي، ركن، صالونات، نوم، سفرة. جميع الأشكال دي موجودة على الصفحة بتاعتنا. والرقم بتاعنا موجود لو أي حد عاوز يتواصل معنا، وأي خدمة احنا تحت أمركم. ويا رب نكون خفاف على قلبكم. كل يوم بفضل الله هتلاقي على صفحتنا أكبر تشكيل غرف نوم في معرض سمير الشناوي في دمياط. لو انت لسه أول مرة تشوفها، هتلاقي على صفحتنا تشكيل كبير جدا. اعمل اشتراك واعمل متابعة، وكل يوم هيوصل لك أفكار جديدة وحديثة في معرض سمير الشناوي في دمياط. أهم حاجة تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. زي ما انتوا شايفين دي غرفة نوم معاها قطعة زيادة تعتبر باترينة اكسسوارات، والتسريحة بتاعتها مميزة جدا، كلها أساسيات زان، قشر طبيعية. وموجود عندنا جميع الأذواق، الألوان الأوف وايت لو انت بتحب الألوان الأوف وايت جميلة جدا. ده موجود وده موجود، واي لون واي تصميم انت عاوزه وعندك التصميم مثلا على صورة موجود نقدر نعمله لك. اهم حاجة يبقى قدامك وقت، وتعرف ان اي حاجة هتتعمل بتبقى تكلفتها عالية. حتى لو انت هتاخد تصميم زي اللي انا بعرضه ده وحبيت تصغره، برضو تكلفته بتزيد عشان بيتعمل مخصوص. تمام. فكل حاجة بفضل الله نقدر نعملها، بس كل حاجة لها تكلفتها. إنما الشغل اللي إحنا بنعرضه ده بيبقى معمول منه مثلا 20 غرفة، فبيبقى التكلفة بتاعتها مثلا داخلين في بعض. يعني التكلفة بتاعتها بدل ما بعمل غرفة بعمل 20، التكلفة بتلم في بعضها، وبيبقى بمستوى وشغل حاجة محترمة جدا. بتدور على غرفة دريسن مميزة، دي غرفة نوم جرار دريسن مميزة جدا في التفاصيل الداخلية. نظام خزنة، السرير بتاعها ازازة 3 ضرفة فاميه عاكس، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين مساحة الدولاب مساحتها 2 متر 70. السرير بتاعها بالاتنين كومودينو بيخش في حدود 3 متر، لو انت اشتلت السرير لوحده بيبقى 160. اي تفاصيل مش واضحة في الفيديو ممكن تبعتلي على الواتس، وانا اوضح لك كل التفاصيل اللي انت عاوزها. ده البنكيت بتاعها بالادراج، حاجة محترمة جدا وتشطيب مستوى عالي. ودي الشماعة بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين عندنا الالوان القشرة مع الالوان الاوف وايت، حاجة مميزة جدا. يعني انت شايف تصميم مميز جدا مش هتشوفه في اي حتة الا في معرض سمير الشناوي. سرير بنكيت مع قطع الرخام بتاعتها،
القطعة الزيادة اللي جنب التسريحة مميزة، كلها أفكار. الحمد لله إحنا بنحاول ما نعملش شغل تقليدي، وفي ناس بتاخد الشغل من على الصفحة تقعد تعرضه على مواقع حد يعمله لها. فأنا بنصح الناس دي، أي حد شاف حاجة على أي صفحة عندي أو عند غيري يسأل صاحب المكان. صاحب المكان هيقول لك آخرها كذا، أنت بعد كده أنت حر بقى، حر روح نفذ زي ما أنت عاوز. بس بعد كده والله بيجي لي وبيوريني التصميم اللي هو عمله مختلف عن اللي، ويقول لي طب أعمل إيه؟ أقول له ربنا معاك بقى. أهم حاجة تعرف إن الشغل ده أمّا بييجي يتعمل، بيتعمل بمقاسات وتصميمات ورسومات، وناس مهندسين بتطلع تعمله عشان يطلع لك بالانضباط اللي هو قدّامك ده، يعني حاجة منسّقة ما فيش فيها حاجة مختلفة عن التانية، ألوان، شغل، قماش، إزاز، كل الحاجات دي لازم ناس مهندسين فاهمة جدًا بتعمل الشغل ده. فأنا حبيت برضه أقول لكم النصيحة دي عشان برضه في ناس كتير بتبقى آخدة الموضوع بسيط جدًا، ياخد صورة ويقول لك أسأل عليها وأعملها وكلام من ده، مش هيعملها. هو أبسط حاجة أوضة زي اللي أنتم شايفينها قدّام حضراتكم دي، لازم هييجي ياخدها من عندي، ياخدها من عند خشب، فأنا هابيعها له زي ده، يعني هاحط مكسبي على الخشب وأدّيها له، وبعدين يرجع يودّيها لك، أو أنا أشطّبها له وبعدين هو ييجي يدّيها لك من طرفه، وأنت تبقى مرضي كده، أهم حاجة أنت تبقى مرضي. فنصيحة، أي حد بيشتري شغل يسأل صاحب المكان بس، وبعد كده أنت ليك حرية التصرف. الرُكَن مقاساتها 3 في 2، بنعمل أي مقاسات زي ما أنتم عاوزين حسب الطلب، تمام. بيبقى في رُكَن اللي أنتم بتعملوها مثلًا عندكم في البلد عمولة، بتبقى ساعات بيعملوها بياض سويد أو كونتر، إحنا بنعمل الرُكَن كلها خزان، تمام، دي بتختلف. والقماشات برضه طبعًا حسب المتر، فأنت عشان تعمل متر زان وشغل محترم، الأسعار بتاعتها بتختلف بقى حسب الشكل والمقاس والخشب. كل واحد أمّا بييجي يسألني باوضّح له النقطة دي، وبعد كده هو ليه حرية التصرف. دي غرفة نوم بسم الله ما شاء الله، يعني من الغرف اللي إحنا ما إحناش عارفين نمنعها من المحل من المميزات اللي فيها. فيها أفكار مميزة، سرير بانوراما، تسريحة touch، دولاب مميز، الحمد لله من أكثر مبيعًا في معرض سمير الشناوي. أنا عارف إنكم أنتم بتحتاروا معايا وأنتم بتتفرجوا والله على الفيديو بأمانة، يعني هم شوية تصميمات كلّهم أحدث من بعض، عليك بس تنقي، والنهارده أحسن من بُكرة. ليه؟ ما حدش عارف أسعار الخامات والدهانات والتشطيبات رايحة على فين، الله أعلم يمكن ترخص، يا رب ترخص والله ما إحنا عاوزين حاجة تزيد. إحنا لمّا كنا بنبيع الأوضة ب20 و25 كنا الحمد لله مرضيين 100%. الزيادات والحاجات اللي دي كلّها إكسسوارات ودهانات والخشب والقشرة وكل التوصيل رايح جاي والحاجات دي كلّها تكلفة بتبقى على الغرفة. أنا باتكلّم معاكم عشان أوضّح لكم، يعني من غير أمّا تسألوا أي حد. ودي سُفرة بتبقى بوفيه و2 نيش وترابيزة ب6 كرسي، تمام. أهم حاجة تصلّوا بينا على النبي وتقولوا لنا رأيكم، ولو أي حد ناوي يشرّفنا وعجبه أي تصميم من اللي أنا عرضته على الصفحة، لازم يسألني قبل أمّا ييجي، عشان أمّا بييجي يقول لي أنا عاوز التصميم اللي أنا شُفته على الصفحة. طيب أنت حجزته؟ لأ. طيب أنا برضه أنا باعرض في المعرض وبعد كده الشغل بييجي له نصيبه، فما باقدرش، ممكن في موديلات تانية بتخش، فأنت لازم بتحجز لو أنت ناوي تيجي لنا في أي وقت. حجزت هتيجي بعد شهر هتلاقي أوضتك، هتيجي بعد أسبوعين هتلاقي أوضتك، تمام. إنما أمّا بتيجي في أي وقت في معرضنا سمير الشناوي في دمياط، هتيجي تلاقي خير ربنا إن شاء الله، أشكال تانية وموديلات تانية وأذواق تانية، كل حاجة بفضل الله موجودة. وأهم حاجة تبقى وأنت نازل دمياط يبقى معاك الlocation والعنوان، عشان وأنت نازل ما يعني مثلًا ما تتوهش. يعني في ساعات بيبقى في ناس بتبقى واقفة على الطريق يقول لك أنا سواق، هاوديك أرض المعارض، تعالَ هاوديك هنا. فنصيحة، أنت لازم تبقى وأنت نازل تبقى نازل على هدف معين، 3 4 معارض جاي تشوفهم، هتشوف عندهم تطلع بنتيجة،
ده افضل لك، غير لما انت بتبقى نازل عشوائي كده، نازل ما انتش عارف انت رايح فين وجاي منين، ده بقى انت ورزقك. فده نصيحة، لازم تاخد اللوكيشن بتاع اي مكان انت نازله، وتحدد غرفك، وتبقى انت جاي على هدف معين بس. بفضل الله دي غرفة نوم الحمد لله بنشتغل فيها بقالنا سنين، مش هقول لك دي بتاعت الأيام دي، بس من ضلات من اللي هي شغالة، والأذواق ما بتختلفش عليها. بنعمل منها الغرف النوم الشباب الأطفال الاتنين متر والمتر ونص، وبنعمل منها غرفة النوم زي ما انتوا شايفين. دي غرفة النوم قدام حضراتكم، تصميمها جميل جدا، تسريحة. في ناس بقى ساعات بتعدل معايا وهي بتشتغل فيها، يعني ساعات بيقول لك الطبقين اللي في فوق التسريحة ده لهم، بيبقى في ناس بتعرف تستخدمهم، وفي ناس تانية تقول لك عاوزة التسريحة إدراج، عاوزاها من غيرهم. كل الحاجات دي بفضل الله موجودة في معرض سمير الشناوي، نقدر نعملها ما دام احنا عندنا التصنيع. تمام. كل يوم هتلاقي أفكار جديدة، يعني غرفة نوم زي اللي بوريها لكم دي غرفة لسه بسم الله ما شاء الله حصري في معرض سمير الشناوي، يعني مش هتشوفها في أي حتة إلا في معرض سمير الشناوي. قشر طبيعية مع الألوان الأوفية، حاجة بسم الله ما شاء الله، مع وحدة الإدراج اللي تحت الدولاب 4 أدراج خشب زان. يعني القعدة بتاعت الدولاب حاجة بسم الله ما شاء الله محترمة جدا. والتسريحة بتاعتها تسريحة 3 أدراج وإدراج من تحت في القعدة وضرفة، يعني فيها كمية استخدامات. لو أنت عاوز حاجة بقى تشتغل معاك في كل حاجة، الغرفة دي من الغرف المميزة في معرض سمير الشناوي. أوضة النوم أنا بصورها لكم اهي، وهي أوضة الأطفال بسم الله ما شاء الله خلصت، حاجة بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا في إضاءات ليد. تمام. وده الميكانيزم اهو، الميكانيزم اهو، ده ميكانيزم. تمام. كله خشب، كله خشب داير ما يدور خشب، حاجة محترمة جدا. تمام. وده البنكت، البنكت حاجة يعني ما شاء الله، يعني زي ما انتوا شايفين كده حاجة محترمة، كله سفنجات. الدولاب بتاعه اهو، طبعا انا بصور في المخزن يعني الاضاءات هنا مختلفة. تمام. الدولاب بتاعه اهو. تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والقشرة الأروى من جوه، وفي الأرفف لسه هتركب والعلاقات. وهنا برضو التقسيمة بتاعتها في النص كلها ايه، كلها أرفف. تمام. حاجة ما شاء الله. والتسريحة بتاعتها ايه، التسريحة بتاعتها ما شاء الله جميلة ايه. والإدراج. ودي القطعة الزيادة اللي أنا عاملها لكم زيادة على الشغل، خلي بالكم دي ما كنتوش طالبينها، أنا عملتها لكم زيادة على الشغل. تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله، قطعة زيادة ممكن تحطها في مدخل الشقة. والاتنين كومودينو موجودين وراهم نفس الشكل، بس عشان المساحة عندنا ايه مش موجودة خالص. كومودينو اهو بالرف بكل حاجة. تمام. وده برواز اوضة الأطفال، حاجة ما شاء الله. طبعا هنا في ليدات إضاءة، وده استرسات، حاجة ما شاء الله. تمام. وده الدولاب بتاعها، طبعا ده استرسات برضو وإضاءة هنا. والدولاب 3 ضرفة، طبعا الإضاءة هي اللي فارقة معانا. وده شغل الجلد مع الخشب، حاجة ما شاء الله. ظهره كله خشب، بس الحاجات دي الحشاوي دي احنا بنعملها جلد في الدهان، بتبقى حاجة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع مميزة. والاتنين درج اللي انت طلبتهم زيادة هم، ده الدرج اللي انت قلت الغي الطبقين وعملتهم لك درجين، ما عملتهم لكش درج واحد. تمام. انت كنت قايل لي اعملهم درج واحد، انا عملتهم ايه درجين. وزودت لك الادراج، يعني تسريحة تعتبر تسريحة كبيرة ما شاء الله.
تمام كده الشغل خلاص خالص، هنبدأ نلف فيه وخلال يومين يبقى عندكم. وده الباف بتاع اوضه النوم، عملتهولك نفس الشكل بتاع اوضه النوم، نفس البنكت، وطبعا فيها الشماعة. تمام. ربنا يحسن سوم ويوصلكم بالسلام.